وبدورها نظمت الجالية الصحراوية بجزيرة تنريف بمقاطعة كناريا وقفة أمام مقر فرع تمثيلية الحكومة الإسبانية في الجزيرة تزامنا وتخليد الذكرى 51 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وقفة الجالية الصحراوية بجزيرة تنريف بمقاطعة كناريا عبر خلالها المتظاهرون عن مؤازرتهم ومساندتهم لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وعلى رأسهم مجموعة كديميزيك والصف الطلابي، وكذا إدانة سياسة دولة الاحتلال المغربي التي تواصل انتهاك حقوق الإنسان الصحراوي في الجزء المحتل من وطننا، وتنديدهم بمواصلة عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بكل أشكالها من قبل النظام الملكي الغازي، واطئ معه في سرقة الخيرات الصحراوية خصوصا الشركات الإسبانية منها. كما تخلل الحدث كلمات بالمناسبة ألقاها كل من ممثل الجبهة بالجزر الكناري الأخ علي سالم سيدي الزين، الجمعية الكنارية للصداقة مع الشعب الصحراوي، والأخت سكينة داي رئيسة جمعية الجالية الصحراوية بتنريفي. جل كلمات المتدخلين تمحورت حول أهمية ورمزية هذا الحدث الوطني المتميز والظروف الوطنية والجهوية والدولية التي تم فيها تأسيس وإعلان الجبهة في 10 مايو 1973 كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ورائدة كفاحه من أجل تحقيق حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال وقيام الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني. كما كانت الوقفة مناسبة للحاضرين للتعبير عن مطالبتهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتسريع تطبيق قراراتهم المتعلقة بتنظيم استفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي، وكذا إدانة موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ودعمه لأطروحة النظام المغربي الغازي الهادفة إلى استمرار الاحتلال لأجزاء من ترابنا الوطني.